السلام عليكم. اللي قاعد توا يتبع في الكوب دي موند اللي يدور في قطر اقل من 17 سنه يعرف انه منتخبنا لعب 3 مقابلات ضد منتخب فيجي، الارجنتين وبلجيكا، ربحنا 6 بلاش. فيجي دليل على انه ما هيش مقابله مقياس، لانه الارجنتين اعطتها 7، بلجيكا اعطتها 7، المغرب من غادي ربحت 16، انت 16-0. يعني ثم بعض من المقابلات عمرها ما كانت مقياس في دوره كيف الدوره اللي قاعده تدور حاليا في كاس العالم. على كل حال، بما انه لعبنا 3 مقابلات ومازلنا ما تاهلناش للدور الثاني ونستناو ونتبعوا في بقية المجموعات، دليل على انه فشلنا في الدورة حتى لو كان ترشحوا للدور الثاني، لانه حاليا قاعدين نتبعوا في منتخبات وقاعدين نتبعوا في المجموعات ثماشي مجموعة اتعس منا، ماشي منتخب اتعس منا. واللي يأسف الحكاية الكل انه كي تجي تشوف الملاعبية اللي على ذمة السيد اللي يراني فيهم تزيد تتأزم اكثر. يا معلم رانا نحكيو على ملاعبيه اقل من نجم نقولوا عليهم مقارنه ببقيه الملاعبيه نتاع بقيه المنتخبات، خلينا نقولوا في المجموعه اللي عادنا نجموا ننافسوا وبقوه، كان مش على المرتبه الاولى، اقل قليل على المرتبه الثانيه، نلقاو رواحنا حتى المرتبه الثالثه ماناش متاهلين الى حد الان. يعني ثم اللي يتاهل في مرتبه ثالثه الله غالب طاح في مجموعه قويه، هاكا مرتبه ثالثه رسميا كمل المقابلة الثالثة يلقى روحه متأهل للدور الثاني، حتى في مرتبة ثالثة قريب لصاحب المرتبة الثانية والأولى تتعدى. أما أنك أنت إلى حد الآن مازلت تستنى فضيحة بأتم معنى الكلمة، ملاعبية تقريبا تنجم تدمرها. ما أنت فاشل سيد، منتخب فاشل بملاعبيه ممتازين. يعني لهناك تجي تفهم الحكايه ملاعبيه ممتازين منتخب فاشل، وين المشكل؟ المشكل زعما في المسؤولين. المسؤولين وصلوا قنعوا ملاعبيه انهم يتقمصوا الوان المنتخب وهما ينشطوا في انديه كبيره. يعني لهنا المسؤولين نجحوا، لكن مش المسؤولين الكل، على خاطر ثم بعض من المسؤولين اللي حطوا مدرب كما المدرب هذايا يعني لهنا فشلوا في الاختيار نتاعهم. هذه نعاود نقولها مره اخرى، مدرب نتاع سبور. يعني يمكن اكبر انجاز قام به هو انه عرفتوا قبل لك الايكيب سكولير اللي كانوا يعملوها في الكوليج وكذا، يجيبوا من كل كوليج ولا من كل ليسي يجيبوا جمعيه، يحضروا جمعيه ويلعبوا ليسيات، يلعبوا دوره. السيد هذا يمكن اكبر انجاز قام به هو انه وصل دوري مجموعات في ليكيب سكولير، يلقى روحه توا يدرب في ملاعبيه يدرب فيهم لويس انريكي. ولهنا نحكيو بالطبيعه على وسيم اسلامه اللي للاسف الشديد لانه لا يزي جاي يدرب فيه مدرب تعيس جدا جدا، لا يزي تعرض للاربطه المتقاطعه. الله ربي يشفيه. ولهنا دور الجامعه باش تقف معاه، مش توا سيء 6 شهور ولا الله اعلم كيفاه، يا من عاش بعد 6 شهور وخلينا نشوفوه ساعه لو كان رجع ولا ما رجعش، بعدها نفكروا نقدموا له الدعوه ولا كيما هو نحاها من فمه واعطاها لك وخيرك على منتخب فرنسا اللي هما حشم به. دورك كجامعه انك تقف مع اللاعب وتقعد تتبع في الاخبار نتاعو، اول ما يرجع للميادين لازم مباشره تقدم له الدعوه يكون متواجد في المنتخب. وراهي عمرها ما كانت مزيه. وسيم سلامه بحول الله كما فرحتنا بانك تختار تونس على فرنسا، يلزمنا احنا كجماهير وبحول الله كجماهير رانا باش نقفوا معاك وباش نقعدوا بحول الله نتبعوك. نرجعوا حاليا للسيد المدرب، راهو يلزمنا نفهموا حاجه، ملاعبيه كي يكونوا يتدربوا عند مدربين كبار. انت انيس السعيدي يتدرب في سانتياغو عند مدرب كبير، تلقى وسيم سلامه يتدرب عند لويس انريكي، ثم بعض من الملاعبيه الموجودين في موناكو بي اس جي العياري كذا الدنيا يتدربوا عند مدربين اكفاء. يجيو المدرب بتاع سبور مدرب نعاود نقولها ممكن اكبر انجاز قام به هو انه فك اللي عرفتوه قبل لك الايكيب سكولير، فك الليسيات والكوليج ودنيا يختاروا من كل ليسي ولا من كل كوليج ما نعرفش مازالوا يعملوا فيها تو ولا يعملوا جمعيه
ويكوروا ليسيات كونتر بعضهم. بالطبيعه مش العباد مش التلامذه يعملوا فيها، لكن الاداره نتاع الليسيات هي اللي تعملوا فيها. السيد هذا يكون اكبر انجاز قام به، هو نافس وبقوه على في دوري مجموعات ليكيب سكولير، فك لي كوليج وكذا، ونتصور بنسبه كبيره ما ترشحش للدور الثاني. يجي مدرب الملاعبيه يدربوا فيها مدربين كبار. راهو ريت انت كي تكون مدرب تعيس تاع جمعيه تراني ملاعبيه بشويه بشويه يستانسوا بيك، لكن كي تكون مدرب بتاع منتخب راك يلزمك تكون صحيح، يلزمك تكون عندك الوهره، ويلزمك تكون عندك الدماغ، ويلزم يكون عندك كل شيء. مش معناها انك انت جبت شهاد وكذا توفى الحكايه غادي. الحكايه باين هو كشخصيه ما ينجمش يكون مدرب للمنتخب بالملاعبيه اللي بتواجدي فيه. تصور انت ملاعبيه يتدربوا عند مدربين كيفاش يجيوا للمنتخب يدربهم السيد هذا، يعني باش يحقروه. وانا نتصور انيس السعيدي البارح ولو انه تفرجت في الشوط الاول، سامحوني لانه الشوط الثاني تزامن مع بدايه مباراه الديربي، تحس انه انيس السعيدي كأنه فاد متقلق، كأنه ثم اشكال مش هو. عمري ما شفته الانيس السعيدي يلعب هكاك. وبرا خويا انت حتى كان ما مشيتش معاك البدايه، وينك يا مدرب انت؟ وينك انك انت تتاقلم مع الوضعيه؟ علاش يقول لك مدرب يتاقلم مع وضعيه؟ تكون انت عامل الهدف هذاك يدقدق وما تمشيش اموره باش تقعد تتفرج، يا ماك تمشي للبلان بي. انت لا ثم لا بلان بي ولا ثم بلان بي، ما ثم حتى شيء. انت اليوم كي تشوف سليم بوعسكر برا غلط بدايه المقابله، وكان سبب في تاخر المنتخب ضد بلجيكا. والهدايا بالله يا سليم بوعسكر انت طفل ما شاء الله، ما زلت صغير ومستقبل بحول الله قدامك، وندزوا معاك باش تكون متواجد المنتخب الاول لانه تستحق. لكن يلزمك تفهم حاجه لمصلحتك. ما نقولكش راك مازلت ما وصلتش، انت اصلا مازلت ما بديتش. يلزمك تبدا باش بعد نحكيو على اللاعب، يلزمك تخدم باش توصل. وبحول الله لو كان تخدم راك توصل باش تكون حارس مرمى ممتاز. لانه سليم بوعسكر خارج الميدان تحس وكأنه مانيش عارف شكون اللي يتبع في سليم وحاس الاحساس اللي انا توا حاسه، طريقه الكومبورتمون نتاعو وكانه وصل. حقيقه انت اصلا مازلت ما بديتش. لذا نعاود نقولوها مره اخرى، المنتخب شوت اول ما هو فاهم حتى شيء. هكا وين الكوره من بلجيكا هو يجري كذا، وبعض ملاعبيه تجري وبعض ملاعبيه واقفه، وذاك الشارد من غادي وهذا الشارد من هنا، لا ثم لا مدرب يديريجيهم ولا هم يحزنون برا. حتى كان خديت الصفرة او الحمراء في الدقيقه 17 راهو ما ثماش الروح ما ثماش. هذا الاشكال وين؟ نفس الشيء ضد المنتخب الارجنتيني اللي بالملاعبيه اللي عندك هذه هي المقابلات المقياس. راهو ساعه لساعه ثم أندية، مانيش نحكي على منتخبات، ثم أندية تكون تلعب على وسط ترتيب، تلعب على تفادي نزول في موسم من المواسم يشدها مدرب. نتفكر حمام الأنف وقت اللي شدها معين الشعباني قبل ما يدرب الترجي يفوز معها برابطة أبطال في زوز مناسبات، البصمة نتاعو ظهرت في حمام الأنف. صحيح ما لعبش على مراتب أولى، لكن تحس جمعية تكور. علاش؟ على خاطر ثم بصمة نتاع مدرب. يعني انت جوارديولا او مورينو وقت اللي مانيش عارف المعلومه بالضبط 2000 ظهر لي و4 ولا حاجه كيف هكايا مع بورتو فاز برابطه الابطال. صحيح عندهم لاعبيه وقتها شبان مازالوا وقتها صغار، اللي مشى لبرشلونه مشى واللي مشى لتشيلسي مشى، يعني ملاعبيه عندهم ما يقولوا في رواحهم. لكن اكيد ثم ملاعبيه في انديه اخرى افضل منهم، بالريال مدريد سيتي وقتها ما ثماش، مانشستر يونايتد، عندك برشلونه، عندك تلاين من غادي. لكن جوارديولا وسامحوني مورينو خلى البصمه نتاعو على بورتو وفاز بها برابطه الابطال. هذا اللي حشنا بالطبيعه ما نجموش نقارنوا حتى في المنام المورينو نقارنوه بالسيد نتاع ليسي سبورتيف ولا ما نعرفش منين جايبينه بالضبط، لكن ما عندوش لا بصمه ولا هم يحزنون ها وقف هكايا وكذا. مش فاهم انا توا يعني كان يتاهل المنتخب لانه الى حد الان ثم مجموعات اتعس منه، هو يلزم تكون 4 مجموعات، احنا توا سلكناها في 3 مجموعات، مازلت مجموعه ثم توا مجموعه قاعده تلعب، الامور كلها في الصفر صفر ماشيه مع المنتخب. يعني بنسبه كبيره مازلت ثم مجموعات ما لعبتش، يعني بنسبه خلينا نقولوا 90 95% المنتخب باش يتاهل للدور الثاني. زعما يفرح هو ويقول عملت انجاز انه نترشح انه تعديت للدور الثاني. يا ولدي راهو بالمجموعه هذه ولا الدوره بالطريقه هذه راهو يلزمك باش تحكي على روحك قمت بانجاز، يلزمك تترشح وتلعب في الدور 32
وتزيد تعاود تترشح للدور 16 ودور ربع نهائي. هاي اقل قليل كي توصل دور ربع نهائي وقتها احكي على روحك وقلت راني قمت بانجاز. بالملاعبيه هذوما قادر المنتخب انه يوصل للدور ربع نهائي. بالمدرب سامحوني هذايا المنتخب ما يقدرش انه يتأهل حتى للدور الثاني. نقطة ونرجع بها للستار. وفي ختام الحلقة من نجم كان نقولوا حظ موفق لمنتخبنا. تحية تونس، تعيش تونس، كنا تونس، وسلام.